حفل الولاء للملك المغربي يفجر من جديد قضية برلمانية حول التقاليد المتبعة في حفل البيعة. تقاليد وصفها 4 وزراء بالمهنة في إشارة لرفضهم ثقافة تقبيل يد الملك وكتفه أو الركوع له، بينما اعتبرت مصادر مقربة من الملك أن إثارة هذا الموضوع هو سعي من أطراف سياسية لعرقلة التحضير لاحتفال الولاء بمناسبة عيد العرش. البرلماني عبد العزيز أفتاني أثار مجددا القضية، رافضا جميع الطقوس الملكية لتعيين الولاة، مشيرا إلى تجرؤه على مقابلة الملك أكثر من مرة بدون تقبيل أو ركوع. طقوس تقديم الطاعة والولاء تجاوزت الملك إلى ابنه، ثقافة يقول البعض إنها وجدت لترسيخ مفهوم الفوقية والقداسة. صور تقبيل كوادر عسكرية ليد ابن الملك فجرت غضب المغربيين أخيرا، الذين خرجوا في تظاهرات كان أبرز شعاراتها